الصيف دخل والصهد بدا، واول حاجه كتفكر فيها هي الثلاجه. بزاف منكم شافوا الفيديو اللي فات وناضوا صوروا التيكيته البيضاء اللي لاصقه اللور في الثلاجه وصيفطوا ليا. كاين اللي لقى داكشي اللي قلت ليه، وكاين اللي تلف وقال لي خويا راني قلبت وما لقيت لا حرف تي لا حرف اس تي. ودابا غنشرح لكم بالضبط فين غتلقى هذا الحرف وها فين خاصك تقلب بالضبط. ما غادي تحتاج لا كاتالوج ولا حتى حاجه، غادي تحتاج انك فقط غتحل الباب ديال الثلاجه في الجنب ديالها، يا غتلقى لافته بيضاء في الجنب، الا ما لقيتيهاش غتلقاها في اللور ديال الثلاجه. ملي غدور الثلاجه اللور بحال اللي كتشوف دابا في الفيديو، غادي تلقى في الظهر ديال الثلاجه مكتوب كلاس كليماتيك وحدها حرف التي ولا حرف الاس تي. هذه غادي تبرد لك وغادي تخدم مزيان. الموتور ديالها راه مصاوب للصهد واللي كتوصل الدرجه ديال الحراره ل 40 وحتى ل 43 درجه الحراره في المغرب. اما لا لقيتي فيها حرف الان ولا حرف الاس ان في بلاصه الحرف اس تي ولا تي بحال اللي كتشوف دابا في الصوره، واخا تبان لك في المحل راه مزيانه وثمن همزه، راه غير هرب منها لانها ما غاديش تخدم لك في المغرب. وشهر 7 او 8 الموتور غيبقى خدام الليل كامل والنهار بلا ما يسكت، وفي الاخر غادي تقهرك في الضوء وغتلقاها لداخل سخونه والخضره غتلوى لك بلا شك. كاين واحد النوع اخر اللي ما غيلقاش حرف التي ولا حرف الاس تي ولا حرف الان، ما غيلقاش هاد الحروف بمره وغيقول فين غنلقاهم. هاد الثلاجات من ماركات امريكيه اللي مصاوبه للسوق الامريكي ما كيكتبوش هاد الحروف، ولكن واش غتصيد لا اجي نقول لك فين غتلقاهم. هادو فقط عندهم سيستم اخر باش تعرفوا واش ديال الصهد ولا ماشي ديال الصهد. اول حاجه غادي تلقى هي غاز التبريد، خاصك تلقى حداه مكتوب ار 134 ا كما كتشوف دابا في الصوره اولا في هذا الفيديو، يعني هذا الموتور كيستحمل الصهد والضغط العالي بلا ما يعيا. الحاجه الثانيه هي الضغط، خاصك تلقى في الضغط العالي رقم فايت ل 200 او ل 230 بي سي اي. كما كتشوف في هذا الفيديو هاد الارقام كتعني باللي الموتور مخدوم مزيان وبماتريال صحيح ومصمم باش يخدم في العافيه ديال الصهد بلا ما يوقع ليه والو. الخلاصه من هذا الشيء كامل، الثلاجه ديالك خاص يكون فيها يا اما حرف تي يا اما غاز الار 134 ا والضغط كيفوت 200 بي سي اي. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساش تشارك هذا المقطع باش يستافد غيرك وما يتقولبش حتى هو.